في قلب مدينة مليلية، وفي زمن كان صوت المسلم فيها ضعيفا ومطالبه مهمشة، برز رجل استثنائي حمل على عاتقه هم أهله وناسه. رجل لم يكن باحثا عن مجد شخصي بقدر ما كان مؤمنا برسالة وواجب مسؤولية. إنه عمر ددوح الفنتي، اسم ارتبط بالنضال المدني والدفاع عن حقوق المسلمين، ورمز صدح بالحقيقة يوم كان الصمت خيار معظم الناس. منذ منتصف الثمانينيات بدأ صوته يعلو داخل مليلية، مطالبا بحقوق اجتماعية ومدنية ظل المسلمون محرومون منها لسنوات طويلة. لم يكن يخشى المواجهة، ولم يقبل أن يبقى أبناء مدينته على الهامش، فكان أول من ركز على ضرورة الاعتراف بحقوقهم الأساسية، من الحق في العبادة إلى الحق في المشاركة الاجتماعية إلى الحق في الهوية والانتماء. ومع مرور السنوات لم يكن نضال عمر ددوح مجرد مطلب اجتماعي، بل تحول إلى مشروع وطني بكل معنى الكلمة، فقد اعتبره المغاربة داخل مليلية منذ سنة 1985 رمزا من رموزهم الوطنية، وصوتا صادقا يعبر عنهم في كل مكان. وهذا المسار الفريد لفت انتباه القيادة الوطنية ليستقبل سنة 1987 من طرف جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بالقصر الملكي بمدينة فاس، في اعتراف ملكي واضح بقيمة الرجل وبدوره الحيوي وبإخلاصه للوطن. وفي الجانب الحقوقي كان لعمر ددوح دور محوري في الدفاع عن حصول المغاربة والمسلمين في مليلية على مجموعة من الحقوق، وعلى رأسها قضية الجنسية والاعتراف القانوني، فقد كان من بين أوائل من رفعوا هذا الملف وسعوا لإعادة الاعتبار لهوية الناس وحقوقهم، وهو ما ساهم في تغيير مسار حياة عدد كبير من الأسر. لكن مسيرة العطاء هذه لم تكن بلا ثمن، فبسبب مواقفه الوطنية تعرض عمر ددوح لسلسلة من العقوبات القاسية من طرف السلطات الإسبانية، أبرزها منعه من دخول مدينة مليلية، وحرمانه من رؤية أبنائه وعائلته، ومنعه من زيارة ممتلكاته. كانت محاولة لكسر صوته وإخماد نضاله، لكنهم لم ينجحوا. عمر ددوح صوته ظل مستمرا، ونضاله ظل قائما، وإرادته لم تنكسر. لم يتراجع عن مواقفه ولم يساوم، ولم يتخلى عن قناعاته. كان مؤمنا بأن خدمة الناس شرف، وأن الدفاع عن حقوقهم واجب أيضا، وأن مليلية كانت وستظل جزءا من الهوية المغربية مهما حاول البعض طمس ذلك. اليوم وبعد عقود طويلة من العمل الميداني والنضال الحقوقي والتفاني الوطني، أصبح عمر ددوح مدرسة في الوفاء والالتزام، مدرسة تعلم أن الوطنية ليست شعارات بل مواقف، وأن خدمة الناس ليست مجاملة بل مسؤولية، وأن التاريخ يصنعه من يختارون الوقوف بجانب الحق مهما كان الثمن. عمر ددوح الفنتي صوت بدأ من أزقة مدينة مليلية وتحول إلى رمز، رجل اختار أن يكون حيث يكون الواجب، فخلده الزمن وشهدت له الأجيال.